دينا الشربيني وعمرو يوسف حكاية صداقة نادرة في الوسط الفني، مش مجرد زمايل قدام الكاميرا، دول اخوات وبيدعموا بعض في كل وقت، ورا كل لحظة انكسار هتلاقي التاني أول واحد موجود جنبه. من أول أعمالهم سوا لحد اللحظات الشخصية علاقتهم حقيقية وبعيدة عن الشو. وحشتيني يا دينا. وانت قوي. وحشني ان احنا نشتغل مع بعض. قوي مش وانا وحشتيني ان انا كمان. اشوفك، انا بشوفك كتير. ايوه بس عادي وحشتني برضه. لا بجد انا كمان قوي. دينا الشربيني من النجمات اللي دايما بتقول انها بتقدس الصداقه، وبعد اهلها بتعتبر ان صحابها هم اهم حد في حياتها، وزي ما بتقول عنهم كده هم صناديق اسرار دينا الشربيني. وفي اكتر من مقابله واكتر من برنامج حكت دينا الشربيني ان صحابها هم اللي اول حد بتجري عليهم لما بيكون عندها مشكله، وبتكلمهم تشتكي لهم وتعيط لهم، وانها مش شخص كتوم اطلاقا، وانها دايما بيحكي لاصحابها. بس يا ترى مين صحاب دينا الشربيني القريبين واللي يعرفوا عنها كل حاجه؟ لو هنتكلم عن صحاب دينا الشربيني اللي من الوسط الفني فهم ثلاثة، والثلاثة زي اخواتها بالظبط: عمرو يوسف، ياسمين رئيس، وصبا مبارك. ودينا ما بتفوتش اي فرصة برضو ولا اي برنامج غير وتقول الثلاثة دول قد ايه اقرب ثلاثة ليها في الدنيا، ودايما جنبها في كل كبيرة وصغيرة في حياتها. صبا مبارك وياسمين رئيس الاثنين نفس المعزة عندها وزي اخواتها الحقيقيين بالظبط. وبنشوف صبا مبارك اكتر مع دينا الشربيني في التيك توكس اللي بيعملوها مع بعض. اما ياسمين رئيس فدايما بتتصور معاها، وحتى يوم وفاة والدة دينا الشربيني كتبت ياسمين رئيس: اتوفت والدة اختي دينا الشربيني. ولغايه دلوقتي اصحاب جدا. يعني دينا اختي، يعني ماما الله يرحمها يعني لما توفت، يعني دينا هي اللي كانت معايا في كل حاجه. دينا كانت معايا في جوازي، كانت معايا في وفاه مامتي، يعني دينا اختي يعني. صبا ودينا اشتغلوا مع بعض في مسلسل حكايات بنات. حرام عليكي بقى، عايزه انام. طب انت جايباني هنا علشان عايزه انام، الدنيا فاكره عندي شغل بكره. حرام عليكي بقى، تهدي نامي. مش انت اللي قلتي لي باتي معايا؟ قلت لك باتي معايا. اما ياسمين ودينا فاشتغلوا مع بعض في فيلم الهنا اللي انا فيه، والاتنين كانوا مبسوطين جدا انهم كصحاب بيشتغلوا مع بعض. ايوه طبعا، ودي فيها سؤال. انا عايزاكي تتجوزي جوزي. جوزك اللي هو مين؟ احمد؟ وعلاقة دينا الشربيني بعمرو يوسف قوية جدا جدا جدا. دينا ما بتعتبرش عمرو صديق، دينا بتعتبره اخوها الحقيقي، ودايما بتتكلم عنه في اللقاءات وهو كمان بيتكلم عنه. مش أول مرة ومش آخر مرة، أنا وعمرو صحاب جدا، بعيدا حتى على المستوى الفني. يعني أنا بتكلم على المستوى الشخصي، عمرو أخويا، ففي بينا كيمستري وبنرتاح قوي قوي في الشغل مع بعض. والصداقة دي مش بس صداقة في الواقع، ولكنها كمان اترجمت لكيمياء قوية جدا ما بينهم على الشاشة. وعلى مدار السنين دينا الشربيني وعمرو يوسف اشتغلوا مع بعض 8 مرات، من أول المواطن إكس لجراند أوتيل، عشم إبليس، طرف ثالث، هبتة، كدبة كل يوم، ثم فيلم شقه، وآخر أعمالهم مع بعض فيلم درويش اللي اتعرض يوم 13 أغسطس. الشربيني طبعا روح قلبي وحبيبتي وتامن مره بنشتغل مع بعض، والكيمياء اللي بينا دايما كيمياء ناجحه، واتمنى دايما ان انا اكرر تجاربي مع دينا الشربيني. كل عمل بيأكد ان الكيمياء بينهم مش مجرد تمثيل وبس، دي روح حقيقيه بتخلي المشاهد يحس قد ايه هم طبيعيين وانهم عايشين معاه. ده سر ان الجمهور بيحب يشوف دينا وعمرو مع بعض. وبما اننا ذكرنا فيلم درويش اللي نزل في السينمات يوم 13 اغسطس، خليني اتكلم عنه. والتعاون بينهم في فيلم درويش هو تامن تعاون ما بينهم. الفيلم ده انت هتظلمه لو داخل على اساس ان هو فيلم كوميدي، لانه حاجه اعلى من كده بكتير. هو فيلم عن المغامرات وفيه شويه اكشن. درويش نصاب شاطر ورئيس عصابه، والعصابه دي فيها 4 اشخاص، حد فيهم كده بيغدر بالتاني فالدنيا بتبوظ ما بينهم هم الاربعه. وطبعا مش عايزه احرق الفيلم، بس فجاه درويش بيلاقي نفسه بطل شعبي للامه المصريه في الاربعينات وقت احتلال الانجليز لمصر. درويش بيهتفوا باسمك في الشوارع. يا بطل الامه. بعض الناس كانت متخوفه من البرومو بتاع فيلم درويش انه ممكن يكون مقتبس من مسلسل النص، بس الحقيقه فيلم درويش مختلف تماما عن مسلسل النص. الفيلم مش بس مختلف عن النص، هو مختلف عن اي حاجه تانية وما فيهوش اي اقتباس. انا ممكن اقول لك دلوقتي معلومه تخضك شويه، وهي ان الفيلم مدته اكتر من ساعتين، بس الاحداث والمواقف والبلوت تويستات اللي موجوده جوه الفيلم هتخليك مش حاسس بالوقت. في ابتكار كده ومحاولات ان هم عايزين يبهرونا كمشاهدين، في اوقات كتيره جدا منهم نجح، ولحد اخر دقيقه في الفيلم انت ما بتكونش متوقع النهايه تماما. في كل كام دقيقه من الفيلم بيكون فيه بلوت تويست. خلاصه الكلام ان فيلم درويش هو مغامره ممتعه ليك ولاسرتك في السينما. ده غير ان كلنا بنحب جو الاربعينات والخمسينيات والفتره دي، فالفيلم بجد هيعجب الناس اللي بيحبوا الوقت ده. الفيلم من اخراج المخرج الكبير وليد الحلفاوي ابن الفنان الراحل نبيل الحلفاوي، وبالمناسبه هو مخرج المسلسل الشهير كامل العدد. وخليني اقول لك معلومه، ان دينا الشربيني في فيلم درويش طالعه بدور رقاصه، ومن اول ما شفت مشاهدها في الفيلم وانا حاسه ان لما الناس تشوف الفيلم الدنيا هتتقلب عليها شويه، لان هي كانت بترقص في الفيلم. حسيت كده ان صناع الفيلم حاطين المشاهد دي علشان يعملوا اثاره للجدل، بس
بس غير كده الفيلم بالنسبه لي كويس جدا ومن اجمل الافلام اللي شفتها الفتره الاخيره في السينما. حتى مشاهد الرقص بتاع دينا الشربيني ما كانتش مبتذله، احنا بس ما بقيناش متعودين عليه. وبما اننا بنتكلم عن عمرو يوسف ودينا الشربيني فلازم اذكر ان كان بينهم كيمياء قويه جدا في فيلم درويش. هم اساسا كانوا بيحبوا بعض في الفيلم، فتخيلوا بيحبوا بعض وما بينهم كيمياء، فالعلاقه كانت عامله ازاي. دينا الشربيني اصلا شخصيه محبه وبتحب الناس، وعلاقتها باهلها كانت بنفس قوه علاقتها مع اصحابها. يعني اهلها باباها ومامتها كانوا صحابها وبتحكي لهم كل حاجه، وزي ما كانت بتتكلم في البرامج عن اصدقائها كانت بتتكلم عن باباها ومامتها. وللاسف باباها توفى وبعده على طول بكام شهر اتوفت والدتها، فكانت صدمه قويه على دينا الشربيني. دايما بطلع اتكلم على بابايا اكتر، ولكن مامي بالنسبه لي حاجه كبيره قوي قوي قوي، لانها طيبه قوي وجميله قوي وجدعه قوي وتحب الضحك والهزار والحياه. مامتي فضلت متمسكه بالحياه. مامي جالها كانسر، فضلت فتره مختفيه عن الاعلام وبتكتفي بس بستوريز بتنزلها للدعاء ليهم هما الاثنين. واول مره حكت عن المحنه دي كانت مع الاعلامي محمود سعد، وقالت ان ربنا زي ما نزل البلاء نزل معاه وقتها الصبر. بس ابويا علاقتي انا وهو كانت مختلفه، لانه هو مش يعني انا كانوا اصحابي بيقولوا لي دي مش علاقه طبيعيه، يعني هو كل حاجه في حياتي. ومعروف ان دينا الشربيني كان نفسها تكون ام ل6 اطفال، لكن هي حسب تصريحاتها قالت انا مش هلحق اعمل ده دلوقتي. نفسك تبقي ام لعدد كبير من الاطفال كده ولا ايه؟ زمان كان نفسي يبقى عندي 6. 6؟ 6 يا دينا؟ لا دلوقتي خلاص مش هلحق. وقت كلامها مع الاعلامي محمود سعد بعد وفاه والدها ووالدتها عن الجواز والامومه، قالت ان في ناس بتتجوز لمجرد الجواز وخلاص، ولكن ده مش صح. الجواز نصيب، الجواز هو حد اقدر اعيش معاه للابد ونعمل عيله واولاد. وحكت كمان حاجه مؤثره جدا، وهي ان امنيتها في الحياه انها تبني دار ايتام. قالت انا عايزه اسيب حاجه تكون موجوده وتسيب اثري حتى لو انا ما بقتش موجوده في الدنيا. وظهر تاثر دينا وهي بتتكلم عن الايتام، وكأن الكلام فعلا كان طالع من قلبها. نرجع تاني لدينا الشربيني في التمثيل، اللي انا بحس ان كميتها ماشيه مع كل حد بتمثل معاه. حط دينا الشربيني قدام اي ممثل هتلاقي في ما بينهم كيمياء. دينا ممثله موهوبه ومش محدوده، وما بقتش نجمه صف اول بين يوم وليله. دينا اخذت ادوار صغيره وبعد كده تدرجت لحد ما اخذت اول بطوله مطلقه ليها. شفناها 2011 في المواطن اكس. امسك كده اهو. امسك كده اهو. اضرب حالي يعني اضرب ايه يا داليا؟ ايه الاسلوب ده اصلا؟ فطرك يا استاذ تلاقيك على لحم بطنك من الصبح. بعدها طرف ثالث 2012 الجمهور حبها وشاف ايه الممثله الجميله اللي تمثيلها تلقائي وطبيعي ده. جبتي مين؟ لا لسه ما جتش في الطريق. ما انا قاعد قدامك عبيطه. انا عبيطه؟ عبيطه. وايه المسخره اللي لابساها دي؟ وسايب الشباك مفتوح. هو كان حد بص؟ وانت زعلانه يا جزمه عشان محدش بيبص. وبعدها تثبت دينا نفسها في المسلسلات اكتر واكتر، زي حكايات بنات وموجة حاره. انا لو منك كنت ضربته وخدت ابويا ومشيت. هو مستفز بعقله، بس انا في الاخر بقى قلت شغلته اكيد فاهم اكتر مني فسيبته يتكلم وخلاص. سيد دلوقتي؟ دلوقتي. شوفي انت بقى عملتي ايه؟ ده واقف بره في الصاله وشايط. عاوز مني ايه؟ انا مش عرفني يا فالحه، بس دي شكلها مصيبه. ومع عمرو يوسف عملت مسلسل جراند اوتيل اللي حطها في حته تانية خالص بشخصيه ورد. بقى لازم تدفع ثمنه كبير قوي عشان ما افتحش بقي وما افضحكش في اللوكان ده. انا مش هنزل اللي في بطني. رغم انها هي وعمرو في المسلسل ما كانوش بيطيقوا بعض وكانوا اعداء، الا ان المسلسل ده خلق ما بينهم صداقه قويه جدا. ثم عملت مسلسلات بطوله جماعيه زي خلصانه بالشياكه وافراح القبه. اوكي بيبي، انا مش فاهمه انت اصلا بتدلعها كده ليه وهي منافسنا. وسط كل النجوم اللي كانوا موجودين في المسلسل ده ونجوم اقوياء جدا، لو دينا ما كانتش ممثله شاطره كانوا غطوا عليها، لكن كاريزمتها وحضورها كان مختلف عن اي حد موجود في المسلسلات دي. ومن اهم ادوارها كمان دور سلمى في مسلسل حكايات بنات باجزاء. انا متاسفه يا مدام امنيه، اكيد مش قصدي ان انا اقع، وبعدين انا كمان ممكن اكون اتعورت يعني، معلش سامحيني. هسامحك. خدت ادوار تانية كتير لحد ما جات لها فرصه البطوله المطلقه. واول مسلسل بطوله مطلقه لدينا الشربيني كان مسلسل مليكه، اللي كان فكره مختلفه شويه عن المسلسلات في الوقت ده، حاجه اشبه بمسلسلات يوسف الشريف اللي بتخليك تلف حوالين نفسك. انا عرفت انا مين. اكرم ديودار. تخيل ان هو اللي طلع ورا التفجير بتاع الاوتيل يوم الفرح. دينا الشربيني جات لها فرص من دهب، بس مش بالفهلوه. دينا فعلا كانت تستحق الفرص دي، رغم ان علاقتها السابقه بالفنان عمرو دياب اثرت عليها بالسلب في وجهه نظري، وناس كتير كانوا بيهاجموها لمجرد انها مرتبطه بيه، ويقولوا انها اتشهرت بسببه، ويقولوا انها ما بتعرفش تمثل. بس طبعا كل ده كلام، ودينا بداتها واحده واحده زي ما حكيت لكم بالظبط، واثبتت نفسها قبل علاقتها بعمرو دياب بكتير. ودلوقتي خلونا نتكلم عن واحد من اهم اعمال دينا الشربيني، وهو مسلسل كامل العدد. نجاح دينا الشربيني في مسلسل كامل العدد مختلف عن نجاحاتها التانية. الناس طلعت من المسلسل ده حابين دينا الشربيني كإنسانة أكتر يمكن من الفنان، من كتر ما دينا بتمثل بتلقائية ومن غير مجهود. دينا نجحت في الكوميديا وغيرت من جلدها، وتعرض قريب الجزء الثالث من المسلسل. حبيبي وبقول للدنيا بحالها حلو ان انت قريبي. نتمنى ان دينا
تبني على نجاح المسلسل ده في الدراما وخطواتها الجايه تكون محسوبه. وحتى لو انت هتقول ان دينا الشربيني نجمه مش محظوظه في تجارب كتير، الا انها من اهم نجمات جيلها ومحدش يقدر ينكر ده. تعالوا نتخيل رد فعل الفنانات من جيل دينا الشربيني وهم بيتحكى لهم عن دورهم في مسلسل كامل العدد. ام ل8 اولاد، اكبرهم اطول منها واصغرهم بطل معاها في المسلسل. كتير منهم طبعا هيرفضوا، مستحيل يوافقوا. ما ينفعش يا ماما. يا ابني تعبتني، حرام عليك. ايه بقول لك ايه هنا، باخدنا كلنا نتفرج لا مش حاجه زي انا بشرط واتفلى كده يعني اهو. بس دينا الشربيني فنانه واعيه وواثقه في نفسها وفي موهبتها، ما حبتش تفضل طول عمرها تلعب في المنطقه الامنه والمضمونه، وقبولها دور زي ده هو ذكاء وشجاعه كبيره منها، ده غير انه وعي وكمان تحدي. ومين هيعمل كده غير موهبه بحجم دينا الشربيني؟ ست لذيذه وعندها حضور وقبول مش طبيعي، ده غير انها واحده من اشطر بنات جيلها. ومن اهم مميزات دينا الشربيني كممثله ان وشها مألوف بالنسبه لنا، وتمثيلها بجد فيه صدق، وصدقها ده هو اللي مخليها فارقه عن ناس كتير قوي من جيلها وبفرق كبير كمان. وده نفس السبب اللي خلاك تقتنع انها ام لكل الاولاد دول، الصدق. دينا بقى لا عندها لجان ولا بتشتبك مع حد ولا بتطلع تزعق للجمهور، فنانه رايقه كده وفي حالها دايما، اشاعات تتقال وكلام يتقال وهي ولا فارق معاها، حتى الانتقادات ما بتردش عليها. دينا الشربيني شخصيه جميله وتتحب وتحس بحبها لكل اللي حواليها، وعشان كده زي ما قلت لكم في الفيديو ده عندها صداقات قويه جدا في الوسط الفني.